كل أم بتسأل ليه ابني بيعمل كده؟ اسمعيني كويس. الطفل العصبي مش محتاج إنك تسكتيه، هو محتاج إنك تتجاهليه بذكاء. أيوة، ال60 ثانية دول هما مفتاح للتعامل مع ابنك العصبي. هيعلموه إن الصراخ والعصبية عمرهم ما هيوصلوه الحل. السر في تجاهل الأداء مش تجاهل الطفل. 3 خطوات تحول الغضب لهدوء. صوته يعلى، صوتك يوطى. وقت ما يبدأ في نوبة الغضب لازم صوتك يوطى تماما. انزقي لمستواه وبصي في عينيه وقوليله أنا هنا جنبك، بس مش هقدر أسمعك لحد ما صوتك يهدأ. احتوي مشاعره بس ارفضي تصرفه. لما يهدأ تماما ابدأي أنا فاهمة إنك زعلان قوي عشان اللعبة بس ما ينفعش ترمي الحاجات على الأرض. أول ما يهدأ قوليله دلوقتي صوتك هادي، ممكن تقولي عايز إيه؟ وبكده بيتعلم إن الهدوء هو البوابة الوحيدة للتفاهم والحوار. قدميله بدائل صحية لإدارة الغضب، زي لما تزعل قول أنا زعلان متضايق، اتكلم. وممكن تيجي تحضني أو تاخد نفس بالراحة، ولازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس لو الطفل هيأذي نفسه أو غيره ممنوع تتجاهليه. لو العصبية سببها جوع أو وقت نومه ممنوع تتجاهليه. لازم دايما يوصله أنا بحبك لكن بتجاهل تصرفك.